باريسة القلعة سنة 84. شوفها كده معانا الأول أهي. باريسة القلعة سنة 84، وآدي الظهر بتاعها. باريسة القلعة سنة 84. هنتكلم عن سعرها وإيه الغالي فيها وإيه اللي مش غالي فيها، ودي تعمل كام وما تعملش كام والكلام ده كله. بس لو أول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات المصرية القديمة. 10 قروش القلعة دي سنة 84، ودي طبعا ملهاش سعر ولا لها قيمة. يعني ايه ملهاش سعر ولا لها قيمة؟ يعني كل الناس معاها منها، كل الناس عندها منها، فدي حاجة مش نادرة ولا حاجة مش موجودة. إذا الحاجة اللي مش نادرة واللي موجودة ما يبقاش لها سعر. الحاجة اللي لها سعر اللي هي النادرة واللي مش موجودة، دي ملهاش سعر. بتنباع القطعة منها ب5 جنيه للقطعة الواحدة. الواحدة بتنباع ب5 جنيه، ولو عاوز كمية بتتباع بالكيلو. لو رحت سوق العملات الحاجات دي اللي زي دي سنة 84 دي بتتباع بالكيلو. الحاجات دي بتتباع بالكيلو. الغالي منها حاجة واحدة بس. شايف انت التاريخ ده 1984، قلنا دي سعرها 5 جنيه. الغالية اللي هي سنة 91، 1991 دي اللي غالية، ودي اللي مش موجودة، ودي كل الناس بتدور عليها. أي تاريخ غير سنة 91 ملهاش لازمة. سنة بقى 84، سنة 86، أي سنة أيا كانت سعرها 5 جنيه. التاريخ الوحيد اللي هو النادر واللي مش موجود اللي هو سنة 91. نفس الشكل بتاع البريزة اللي قدامك دي، والظهر بتاعها صورة القلعة دي، بس التاريخ هنا بيبقى 1991. دي اللي نادرة ودي اللي مش موجودة ودي اللي غالية. أما حاجة زي اللي قدامك سعرها 5 جنيه، عشان الناس اللي مفكرة إن الحاجة دي غالية. لأ، ده مش غالي، دي مش غالية. الغالية اللي هي سنة 91، 1991 دي اللي غالية ودي اللي مش موجودة. أما حاجات زي دي بتتباع بالكيلو، وسعر القطعة منها 5 جنيه. قطعة بتنباع ب5 جنيه وبالكيلو. لو عاوز كمية بتتباع بالكيلو. الغالية اللي هي سنة 91، 1991 دي اللي غالية ودي اللي كل الناس بتدور عليها. هي موجودة بس قليلة. تاريخ 1991، والعملة ألمونيوم زي ما انت شايف كده، والتاريخ بتاعها 1991. أما اللي قدامك سعر القطعة منها 5 جنيه.